السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه يا جماهير مانشستر يونايتد؟ جيه الميعاد، والله جيه الميعاد. ديربي انجلترا او ديربي الغضب او ديربي الكراهية، المهم ان هو ديربي انجلترا ما بين ليفربول وما بين مانشستر يونايتد في الجولة ال17 من البريمير ليج. بحمد الله، الحمد لله اللي بيحط المواعيد وبيحط الجدول حن علينا وحط لنا ميعاد كويس للماتش. اخر ماتش في الجوله بالليل بعد العشاء الساعه 6:30 بتوقيتنا هنا. ما عملش زي ماتش مانشستر سيتي وحطه لنا الساعه 2 الظهر. حلو يا عم، انت كده قلصت راجل برنس. ده ميعاد يدينا طعم للماتش وفي نفس الوقت يحفز اللعيبه واللعيبه تلعب كده بروح كده وتلعب بتركيز كده، ويبقى الناس كلهم رايقين يتفرجوا على الماتش. اللي وراه مصالح يكون خلصها ويكون قادر يتفرج على الماتش. طيب، ماتش جاي في وقت مثير وماتش حلو من الموسم على قرب كده راس السنه، ليالي الشتاء الحلوه. بس هو الجو لسه ما سقعش قوي زي كل سنه. السنه دي فيها حاجه غريبه كده في كميه الشتاء وفي كميه السقعه. واضح ان الشتاء مأخر نفسه شويه وهيفاجئنا بعد كام يوم كده لسه ولا كام اسبوع. بس ما علينا. بس مش وقت حلو بالنسبه لمانشستر يونايتد، هو وقت يعتبر كويس بالنسبه لليفربول. اصابات قليله لليفربول، ليفربول في الفورمه قوي. مانشستر يونايتد بقى هم اللي عاوزين يعيطوا ويقولوا اجلوا الماتش شهر. بس شهر، هو الشهر مش مضمون ان احنا الحال يتغير فيه، بس لعل وعسى اليوم بيحصل فيه تغيير، فما بالك بالشهر. بس للاسف ده ميعاده محطوط يا صاحبي، وخلاص كلها جولتين والدور الاول يخلص، فلازم الماتش ده يتلعب. دي قائمه اصابات وغيابات مانشستر يونايتد، لسته ما تجيب لهاش اول من اخر. طبعا على راسهم برونو فرنانديز اللي هيغيب بسبب الايقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بالاضافه لكومه الاصابات اللي انتم شايفينها دي. في اصابتين هنسحبهم من الليسته دي لانهم جاهزين، وهم لوك شو وماركوس راشفورد، اللي طبعا هيدفع بيهم تين هاج اساسي في الماتش ده بكل تاكيد. طبعا الناس كلها مستنيه الماتش ده علشان تضحك على مانشستر يونايتد اللي بيشيل سكور من ليفربول في الفتره الاخيره، واللي عمال يخسر في الفتره دي من الموسم من طوب الارض، اللي يسوى واللي ما يسواش. وطبعا الناس يعني خلاص بقى مقتنعه ومحضره نفسها ان الماتش ده هيخلص 7-8-0 لليفربول. ما هو الماتشات اللي قبل كده خلصت بالنتيجه دي اصلا في الفتره اللي اليونايتد ما كانش واقع فيها ولا حاجه. ده في عز ما كان ليفربول الموسم اللي فات واقع واليونايتد في الفورمه كسبناهم 7-0. ده غير ان الفتره الاخيره الماتشات كلها 4-1، كلها 4-0، كلها 7-0، كلها 5-0 لليفربول. فالناس كلها بقى مهيئه نفسها الماتش مفتوح بقى للليفر، والليفر هيدك في اليونايتد. انا معاك ان ده منطقيا يتعمل بالنسبه للنتائج الحاليه للفريقين وفورمه الفريقين، ان الليفر اون فاير وان اليونايتد واقع واصابات والفريق ضايع مع تين هاج. ده اللي يحصل واقعيا بالمنطق. ولكن انت لو جيت بقى كمشجع لليفربول قديم هتقول لا، اللي ما بتتقاس كده خالص. ولو جيت برضو تتكلم كراجل فاهم كوره، مش بتتقاس كده خالص. الماتش ده يا جدعان العامل النفسي فيه بيكون مؤثر بدرجه كبيره. كون ان انت لاعب في مانشستر يونايتد خايف من مشجع مانشستراوي، خايف من وسائل الاعلام، خايف من الاداره، مع ان حته الاداره دي ما تقلقش منها خالص، ما بتخوفش. ده الاداره نايتي خالص اصلا، ده هم بيعانوا من المشاكل دي كلها بسبب الاداره اصلا. فكون ان انت واحد محطوط وسط كل ده هتلاعب ليفربول، حط مليون خط تحت ليفربول كده، فانت هتقلب ديناصور في الملعب، تنين مجنح، هتطلع اقصى ما عندك من طاقه واداء علشان خاطر ان انت بس بتلعب ليفربول وسط الظروف اللي هم الجماهير والاعلام والحاجات دي. لان الماتش ده بيترفع له تعظيم سلام في انجلترا. عاوز اقول لك ان المصالح بتقف في اليوم ده علشان الماتش ده اصلا، ده ماتش مقدس هناك، يوم مقدس. فالظروف بتختلف تماما باختلاف العامل النفسي، باختلاف الطاقة النابعة من جواك. فانت بتقدم مستوى اعلى من اللي انت كنت بتقدمه في الفترة دي اصلا يعني. فده هيأثر على الماتش. هنشوف ماتش سخن، ماتش مثير، حتى لو انت داخل عارف انك اجمد من ده. فالماتش تفاصيله هتكون مش كده خالص. واقوى دليل على كلامي، ليفربول الموسم اللي فات كان واقع واليونايتد كان فورمه. ليفربول سحل اليونايتد في الملعب ماتش 7-0، مع ان ليفربول ما حدش توقع خالص قبل الماتش ان ده يحصل. فده نفس اللي هيحصل مع اليونايتد، هيظهروا باداء برضو اقوى مما الكل مستني او متوقع يعني، بس برضو مش بدرجه اوفر. برضو ليفربول جامد، برضو ليفربول بيهاجم، برضو ليفربول فورمه، برضو ليفربول هيلعب على ملعبه ده الانفيلد. يعني برضو مش هتبقى بحري لدرجه ان اليونايتد هيسيطر على الماتش، لا هو هيبقى ماتش سخن وبنسبه كبيره ليفربول اللي هيفوز. بس
مش هنشوف اليونايتد واقع الوقعه اللي هي يعني، وممكن يقع الوقعه اللي هي برضه، بس مش ده المتوقع. مش متوقع ان اليونايتد واقعيا بالتاريخ وبالعوامل اللي انا قلتها من شويه دي ان هو يبقى مسلم نمر في الماتش كده وتلاقي الليفر مسكوا دكوا 9-0 ولا 10 ولا 7 ولا 6 ولا 5. لا، هيلعبوا برضه، هي ممكن تفتح، بس ده هيكون عامل اخر غير العوامل اللي انا قلتها، هتبقى مفاجاه يعني. ارقام ليفربول قصاد اليونايتد في الفتره الاخيره قويه جدا. اخر 7 ماتشات ما بين الليفر واليونايتد على ملعب الانفيلد ليفربول ما خسرش ولا ماتش. ليفربول فاز في 4 وتعادل في 3 مع اليونايتد، 0 هزيمه. طبعا ليفربول الموسم ده فاز في ماتشاته ال7 على ملعب الانفيلد كلها، وده رقم قياسي وسلسله انتصارات متتاليه على الملعب ليفربول ماشي فيها دلوقتي. الماتش بتاع اليونايتد هيكون هو الثامن على الانفيلد الموسم ده، واللي طبعا بنسبه كبيره ليفربول هيكون مركز ان هو يكمل السلسله. طبعا ابو صلاح الماتش ده يعني ماتش خاص بالنسبه ليه. اليونايتد كانت من الفرق اللي صلاح بيعاني من التسجيل قصادها في الاول، ومن الفرق اللي كان نفسه يسجل فيها علشان خاطر يكسر العقده ويكسر النحس. دلوقتي ابو صلاح مانشستر يونايتد دي بقت فرقته المفضله. يعني عاوز اقول لك ان الناس بتاعت الفانتازي اول ما بتعرف ان صلاح بيلعب اليونايتد كابتن صلاح كمان، بل في ناس بتفعل التريبل كابتن على صلاح، لان اليونايتد بقى فريق مضمون ان صلاح يعلم عليه ويحط فيه جوان دلوقتي، لان كل ماتش في الفترة الأخيرة صلاح بيجيب فيه بالجونين وبالهاتريك وبالأسيستين مع الجونين. يعني اليونايتد ده بقى لعبة كده بالنسبة لصلاح، فاحنا أكيد مستنيين مدعكة جديدة هيدعكها صلاح في شباك اليونايتد وفي شباك أونانا في الماتش ده. تعالوا بقى نسمع الكلام الدبلوماسي والكلام الكروي الرايق بتاع المدربين. كلوب وزن كلامه قوي في المؤتمر الصحفي ومش راضي يطلع كلمة غلط ولا راضي يقلل من قيمة اليونايتد. تين هاج بقى هو اللي داخل بالكلام. بصوا، انا داخل اشوط، انا داخل اعبر عن غضب الجماهير من ليفربول، انا داخل اهزق ليفربول. هنسمع دلوقتي. يعني بالبلدي يورجن كلوب ده لو راجل عاقل وداخل يلعب الماتش ومش حاطط في دماغه الحاجات اللي فاتت دي، انا هستفزه بكلامي اخليه دكين سكور في الماتش ده. يورجن كلوب بدأ المؤتمر الصحفي بالكلام عن ماتش ال7-0 بتاع الموسم اللي فات، وبيقول دي حاجة نادرة بتحصل ممكن مرة كل فين وفين كده، يعني دي من مفاجآت كرة القدم. يورجن كلوب بينوه بيقول ال7-0 دي مش بتقوي اللي فايز بيها، دي بتقوي اللي خسران بيها، لأنها بتديله حافز ان هو يرد الطار وما يكررش نفس اللي حصل. يعني ال7-0 دي تعتبر حسنة لليونايتد في الماتش ده، مش لينا احنا. يورجن كلوب بيقول انا مش طالب اكتر من مباراة مميزة وان اللعيبة تعطي كل ما عندها من اداء في الماتش ده، ده اللي انا محتاجه. طيب نسمع كلام تين هاج بقى اللي كلامه كله طرطشة على ليفربول. تين هاج بيقول الكل بيسمع عن ملعب الانفيلد. خدوا بالكم بقى، المرة اللي فاتت سخر من الانفيلد وقال زيه زي اي ملعب فالدك، ولكن المرة دي حاسب على كلامه شوية، بس برضه بيطرطش بكلام من جهة تانية. بيقول احنا هنروح للانفيلد ومش في دماغنا اللي حصل الموسم اللي فات خالص، واحنا اتعلمنا من اللي حصل ويوم الحد هنثبت ده. بيحط نفسه في تحدي قصاد ليفربول في فترة هو واقع فيها، بيتكلم بروح الغضب ما بين الفريقين، بيعبر عن اسلوب كأنه بيتكلم بلسان جماهير مانشستر يونايتد، مش بيتكلم خالص كمدرب دبلوماسي يعني بيظبط الامور النفسيه علشان ما يتعجنش في الماتش. وبيكمل وبيقول ماتش ال7-0 اللي فات احنا كنا بنلعب احسن بكتير من ليفربول في الشوط الاول، انهارنا في الشوط الثاني، ولكن احنا دلوقتي فريق مختلف. بيقول كلام هو مش قده. فريق مختلف فين يا عم تين هاج؟ ده انتوا ادائكم والفورمه العن من الموسم اللي فات، العن من ماتش ال7-0 بكتير. فين الفريق مختلف؟ ده انتوا فريق لو مختلف فهو مختلف للأسوأ مش للأحسن. تين هاج بيؤكد ان احنا مش خايفين من ليفربول، احنا مش خايفين، احنا داخلين الماتش واحنا عندنا شخصية الفوز. يابا ماشي، احلى كلام، كويس ان انت قلت الكلام ده عشان لو اتضربت سكور تبقى عارف ان هو نتيجة كلامك ده. وفي النهاية تين هاج بيؤكد عودة راشفورد ولوك شو جاهزيتهم للماتش واستمرار غياب مارسيال بالإضافة لهاري ماجواير. بأكد عليكم وبفكركم ان اليونايتد لو لبس في الماتش ده سكور او خسر بنتيجة فرق 3-4 تجوان بنسبة 90% ستتم إقالة تين هاج. يلا بينا نتكلم في التشكيل المتوقع للماتش ده.
أليسون بيكر في حراسة مرمى ليفربول، ارنولد الباك اليمين لليفربول، وبنسبه كبيره يورجن كلوب هيديله ادوار خط نص، واحتمال يعمل الحركه اللي بيعملها بقاله ماتشين، ينزل جو جوميز على اليمين ويطلع ارنولد في خط النص مع سوبوسلاي وجرافنبرج. قلوب الدفاع فيرجيل فان دايك وابراهيم كوناتي، كوستاس تسيميكاس على الباك الشمال. بالنسبه لخط النص سوبوسلاي، جرافنبرج وواتارو، ممكن ارنولد ينزل بيه اساسي في خط النص وينزل جو جوميز على الباك اليمين، لو ما عملش دي هيعمل دي. خط الهجوم اكيد ابو صلاح بالاضافه لداروين نونيز بالاضافه للويس دايز. ده التشكيل المتوقع بنسبه 99% لليفربول. اما تشكيل مانشستر يونايتد، اونانا في حراسه المرمى اللي هيغلط له غلطتين حلوين في الماتش ده ويبلعهم جونين. على الباك اليمين دالوت، على الباك الشمال لوكشو. قلوب الدفاع فاران بالاضافه لايفانز، الراجل اللي عنده خبره ده اللي بقاله 100 سنه بيلعب مع اليونايتد، اللي عجز خلاص ده. خط النص سفيان امرابط ارتكاز ماكتومني. الخط الهجومي 3-1، احتمال يكون انتوني على اليمين وعلى الشمال جارناتشو، راشفورد شادو سترايكر مكان برونو فرنانديز، والمهاجم الصريح هيكون هو هويلاند. ده التشكيل المتوقع بنسبه 99% برضه لمانشستر يونايتد. طبعا الماتش اللي فات بتاع ليفربول اللي هو بتاع السنت ده اللي هو في الدوري الاوروبي ما حللتوش، مش مستاهله يعني يا جدعان. ده يورجن كلوب كان بيلعب باحفاده، كان بيلعب بعيال عياله وبيلعب بعيال اخواته وعيال عمه وبتاع، يعني جايب العيال الصغيره بيلعب بيهم، يعني ما فيش غير واحد ولا اتنين اساسيين والباقي عيال كلها اول مره نسمع عنها اصلا. خسروا ما خسروش كده كده ليفربول تاهل كمركز اول وتاهل للدور ال 16 وهيلعب من غير كمان الملحق ولا اي حاجه، ففكك يعني في البلاله كله. خبر اخير كده هنختتم بيه الفيديو، تياجو الكانتارا في تصريحات لليفربول بيرفض الرحيل، وبيقول ان هو هيرفض عروض رسميه مقدمه ليه في يناير الجاي من اي نادي سواء الدوري السعودي او غيره من اجل الاستمرار مع ليفربول، وان هو هيرجع خلاص من الاصابه وهيشارك الفتره الجايه مع ليفربول ويفيدهم بقدراته، وكمان عنده الاستعداد ان هو يجدد عقده مع ليفربول الموسم ده. بس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بحمد الله. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.